بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الخميس 25 يناير 2024. قلنا كتير لما يكون عندي نجيلة بالطريقة دي، نجيلة ميتة، الأسباب كالآتي: الظل يموت النجيلة، قلة المية، قلة التغذية، والدودة. وأكتر سببين بيبقوا موجودين احنا في مكان زي كده اهو، في شمس، الشمس اهي من كل ناحية، خلاص يعني المكان مكشوف كويس. اللي بيوصل للنجيلة بالطريقة دي المية والدودة، والدودة بتبقى المسبب الرئيسي والأساسي. يبقى لازم شهريا ندي رشة كالاتي سمير لوفينيرون، والمرة التانية ندي اندوكوسكارب مع حاجة اسمها كلوفينابير. ليه بنعمل كده؟ الأخطاء اللي بتحصل في النجيلة إن أنا بعالجها بمبيد ملامسة. كله بيعالج النجيلة بمبيد ملامسة. ملامسة يعني لازم يلمس الحشرة عشان يخلص على الحشرة. لا، الحلزون والدودة بتبقى في البلاطة تحت. ازاي هوصل المبيد تحت للبلاطة تحت؟ يبقى لازم يبقى مبيد جاهزي يخترق نسيج النبات وينزل تحت فين؟ للديدان. خلاص؟ طيب انا خلصت على الديدان من اول طور اليرقة لغاية الفراشة الكاملة. فضل البيض بتاع الحشرة هنخلص عليه بايه؟ هنخلص عليه باللوفينيرون او تريفلوميرون او الكلورفينابير. طيب تعالى هنا الى محبي زراعة الزيتون. الزيتون بيصاب بحاجة بتدمر البراعم، اسمها دودة براعم الزيتون. بتاكل البراعم اهي. البرعم يعني النمو الحديث، بتاكل ليه؟ النمو الحديث. وبتتجه بعد كده لحاجة بتاكلها برضو اسمها التلسين، يعني نقول ايه؟ النموات الحديثة اللي لسه طالعة، خلاص احنا بنسميها التلسين اهي. النموات الحديثة اللي هي دي اهي، بص اللي تحت ابط الورق اهي، شايف النمو الحديث ده الصغير ده؟ برضو الدودة تقعد تتسلى عليه. لما تاكل التلسين ده او النموات الحديثة اللي طالعة، للأسف كده بتضيع لك محصول السنة، لأن التلسين ده هو اللي هيبقى ظاهرة عندك في الزيتون. التلسين ده هو اللي هيظهر وهيديك الزهرة ثم ليه؟ ثم الثمرة. طب علاجها ايه؟ وبدايات حشرية جهازية. بدايات حشرية جهازية، وكل رشة والتانية لازم نغير المادة الفعالة. أساسي يا جماعة ما يبقاش عندي مبيد حشري واحد، ده غلط. غلط يبقى عندي مبيد حشري واحد، حتى لو هو مبيد ملامسة. حتى لو هو مبيد ملامسة يبقى عندي أكتر من مبيد، لأن الحشرة بتكون مناعة ضد الإيه؟ ضد المواد الفعالة دي. فكل رشة والتانية لازم نغير المادة الفعالة اللي أنا بستخدمها. وأساسي في أي رش قلنا عشان نزود الخصوبة، أي نبات عشان أزود الخصوبة عنده عنصر البورون. البورون هو عنصر خصوبة، ده أساسي في أي رش. عنصر البورون هو عنصر بيزود الخصوبة فيزود عندي التزهير. طيب أساسي في أي رش عندي خافض البي اتش. إيه خافض البي اتش ده؟ خافض البي اتش ده مادة بتعمل عدم توتر سطحي بين الورقة والمحلول اللي بيترش. خافض البي اتش. خافض البي اتش ده لما انا برش الميه اللي احنا بنرشها، الميه دي في طبيعتها متعادله ومائله الى القلويه. الورقه بتاعت النبات ما بتمتصش الوسط ليه؟ الوسط القلوي، بتمتص الوسط الحميضي. فلما انا برش بدون خافض البي اتش بيحصل حاجه اسمها توتر سطحي. توتر سطحي يعني الورقه دي بترفض الرش، ما بتستجيبش ليه، الامتصاص بيبقى ضعيف. يبقى لازم اي رش عندي نحط عليه خافض البي اتش عشان يبقى معدل الاستفادة افضل.